بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم. الأكريتين والدفرين، سيبكم من ده جل وده كريم، بنتكلم عن موضوع الجل والكريم ده فيما بعد، ولكن الاسم ده والاسم ده بيستخدموا للبشرة، ومن الكريمات اللي هي بتستخدم في مجال التجميل والجلدية وحب الشباب والتجاعيد والكلام ده. ولكن الكريمين دول او النوعين دول من الكريمات، الاكريتين كريم والدفرين كريم او الدفرين جل او الاكريتين برضو الربع، بيتفقوا في اشياء وبيختلفوا في اشياء كثيرة، ولكن هناك في حاجات مهمة جدا لازم اللي بيستخدم الاكريتين او الدفرين او اللي بتستخدم الاكريتين والدفرين تكون عارفاها، تمام؟ لانها ممكن عدم معرفتها بتبوظ البشرة وبتؤدي الى مشاكل جسيمة. ايه بقى اكتر شيء مختلفين فيه، وايه اكتر شيء متفقين فيه، وايه المعلومات الضرورية اللي انت لازم تعرفيها لو كنت بتستخدمي حد من دول او واحد من دول، او عايزة تفضلي حد عن حد؟ يعني ايه او كريم عن كريم او واحد عن واحد، او امتى ما اخدش ده وامتى اخد ده، تمام؟ وايه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها؟ اول حاجة هما بيستخدموا في التقشير زي ما احنا عارفين، ولكن في قوة التقشير مثلا مين اقوى في التقشير؟ هنلاقي الاكريتين اقوى في التقشير، تمام؟ الدفرين اقل من الاكريتين. يبقى كده لو بشرة حساسة هنستخدم ليها الدفرين وما نستخدمش الاكريتين، تمام؟ او نستخدم اكريتين تركيز اقل لو احنا عايزين نعالج الخيوط والتجاعيد والكلام ده. طيب نوع البشرة، انا لو نوع بشرتي ايه ما استخدمش ده، ولو نوع بشرتي ايه استخدم ده. نوع البشرة حساسة ما تستخدمش الاكريتين، تستخدم الدفرين، تمام؟ انسب الدفرين. الاكريتين للبشره العاديه واللي هي بتستحمل الكلام ده. طب الاستخدام الاشهر بتاع كل واحد فيهم غير موضوع التقشير، هما الاتنين بيقشروا البشره، لكن امتى افضل ده وامتى افضل ده؟ بالنسبه للدفرين بيستخدم اكتر في حب الشباب والبثور واثار حب الشباب، اما الاكريتين للخيوط والتجاعيد مع استخدامه كمقشر. طب الحمل، تمام؟ الحمل إياك أن تستخدمي أي مشتقات فيتامين ألف، أي مشتقات فيتامين ألف، سواء التريتونوين اللي هو الأكريتين أو الأدابالين اللي هو الديفرين، وأي كان اسم التجاري الآخر. طيب في حاجة مهمة لازم تعمليها سواء بتستخدمي ده أو بتستخدمي ده، الترطيب ضروري هنا وضروري هنا، خاصة لو بتعملي التقشير في فصل الشتاء. تحياتي لحضراتكم، وانتظرونا ومنتجات أخرى ومعلومات أخرى من المنتجات الطبية والدوائية والتجميلية المتوفرة بالصيدلية السعودية. تحياتي لحضراتكم، دكتور صيدلي يوسف الأنصاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.